السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم تاني بفيديو جديد وروتين سهل كده وبسيط. الفيديو بتاعنا يتكلم النهارده عن احنا ازاي نخزن الفراخ بتاعتنا ونقسمها ان هي تكفينا الشهر. انا معايا كده 6 فراخ. دبحتهم ونضفتهم وغسلتهم كده في دقيق وميه وليمون وخل وملح، وغسلتهم وسبتهم منقوعين كده في الخلطة ديت لمدة نص ساعة. وبعدين كده مسكتهم، بدأت ان انا اقطعهم كده بالشكل ده، وبشيل الكبدة اللي بتبقى في الورك دي عشان هي ما بتبقاش حلوة يعني. ما تنسوش بقى تعملوا لي اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد. وكمان لو طلعت مستفادة من الفيديو ولو عجبك ما تنسيش تعملي لي لايك. هنقسم الفراخ كده عشان دول 6 فراخ عاوزاهم يكملوا لي الشهر. ده خزين الشهر من الفراخ. ده فراخ تربية بيتي انا مربيها في البيت. بدأت ان انا اقطع كل كمية الفراخ اللي معايا بالشكل ده على 4. الفراخ الكبيرة كنت باخد الصدر بتاعها، والفراخ اللي هي وسط كنت بسيبها على بعضها اقطعها 4 وخلاص. غسلتهم كلهم بالشكل ده، وفضيت الحوايج اللي في الطبق ديت اللي هي الأجنحة والرجول والرقب والكبد والقوانص والحاجات دي. هنعمل الكبد والقوانص لوحدها والأجنحة كمان لوحدها، والرجول والرقب برضو مبنرميهاش، بنعملها لوحدها. وسبت 4 صدور كده ما قطعتهمش، سبتهم كده سلام زي ما هما. لما احب اعمل صينيه مكرونه اطلع الصدر اخليه واقطعه واعصجه واعمله. حبيت اعمل كفته، حبيت اعمل كفته رز، حبيت اعمل شاورما، حبيت اعمل بانيه، اطلع الصدر على طول اشتغل فيه. والوراك ممكن نعمل من الوراك حاجات كتير اوي، نعمل صينيه بطاطس بالوراك، نعمل حمام كداب. ومسكت كده 4 وراك صغيرين، قطعتهم كده 2، بحيث ان احنا نبقى نعملهم فراخ اللي هي الكنتاكي المقرمشة دي، بتبقى بتحب الوراك الصغيرة. بسم الله ما شاء الله، 6 فراخ عملوا معايا 6 وجبات. يعني عملوا معايا 11 كيس، 11 طبخة يعني. غسلت كده الحوض والرخامة كده بالسلكة والصابونة والصابون مطرح تقطيع الفراخ. وهبدأ بقى دلوقتي اجيب صينية ونبدأ ان احنا نقسم عليها بقى الفراخ، وهنشوف ازاي نقسمها وازاي نخليها تكفي معانا الشهر. حاطط كده فرختين على بعض، وركين وصدرين، وطبختين كمان من الوراك، والكبد والقوانص حاططها لوحدها تتعمل برضو مرة كده ونعملها ناكلها بعيش. والأجنحة مرة نبقى نتبلها ونشويها مع بعض، أو نعملها مقرمشة مع شوية مكرونة. والصدور زي ما انا قلت لكم هنحتاجها في حاجات كتير قوي. اهوت، لازم نوفر كده على نفسنا وندبر نفسنا يعني. شايفين العلف غلي والفراخ كمان غلت. دي الرجول والرقب انا مش برميهم. بدأت بقى ان انا جبت الاكياس وبدأت اكياس كده، حطيت الاجنحة لوحدها، والكبد والقوانص كده لوحدها برضو. بنحتاجهم في حاجات كتير. يوم محتارة ما انتش عارفة تعملي ايه للاكل، تروحي تطلعي الكيس وتبدأي ان تقطعيه وتعمليه، وتعملي سندوتشات كبدة بطحينة بسلطة بكده، بيعدي اليوم. فراخ الكنتاكي دي ممكن تعمليها مع شوية رز اصفر او شوية مكرونة.
كده كيستهم كلهم بالشكل ده. عملوا معايا 11 كيس، بدل ما كنا نطبخ 6 فراخ على 6 مرات، لا هم عملوا معايا 11 مرة. متنسيش بقى لو الفيديو عجبك متنسيش تعملي لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وكمان تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. اشوفكم بقى على خير يا حبايبي، مع السلامة.